أنتم تسمعوا في 90 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لكم على المتابعة. نستقبل ضيفنا أحمد دنيس وزير الخارجية الأسبق والدبلوماسي. سيد أحمد مرحبا بك. أهلا وسهلا. شكرا على قبول الدعوة. نحب نسألك، تفاجأت بموقف المغرب وإلا لا؟ خاطر فما برشا ناس يقولوا أنه كان منتظر وكان واضح، وفما اللي يقولوا أنه كان فما تطبيع مقنع من قبل المغرب، غير بركة توا وقع الإعلان عليه. أنت متفاجئ؟ قلت لي. أنا بالنسبة لي مفاجأة. بالنسبة لي فما طرح جديد في المملكة المغربية، مش معناها سلبي، أما الساحة الاستراتيجية، معنى السياسية الاستراتيجية تحولت، فهمت؟ تحولت، وخيارات المملكة المغربية مشات في اتجاه جديد، فهمت؟ هذا المفاجأة، هذه المفاجأة. بقى ما نعتقدش أن كل شيء معناه يائس، ماناشي ماشيين في زقاق استراتيجي. بالنسبة لي التاريخ مفتوح، وبالنسبة لي المغرب الكبير مفتوح، واللي لعب بالنار، فهمت، أحرق المنطقة. لأن في الأصل علاش المغرب قلب الآية؟ لأنه في حالة حرب منذ 45 سنة، وجرب في الحرب السلاح والرصاص، وجرب المفاوضة، وجرب معناها الوقت، الزمن، معناها تا وقت للزمن. واليوم 45 سنة وإحنا في الحرب هذايا. وماذا وقع في العالم بصفة عامة وفي المنطقة بصفة خاصة؟ دفع المغرب إلى الإسراع في قرار مفاجئ. أنا هو الإسراع. إذا كان ضمن مع إدارة ترامب اللي هي زائلة بعد شهر، معناها باش تكون خرجت من الساحة، إذا كان أكد مع إدارة ترامب مغربية الصحراء من طرف دولة عندها حق الفيتو في مجلس الأمن، فإن زوال الرئيس ما يهمش. اللي يهم هو استقرار ذلك الاعتراف بأن الأرض مغربية. طبعا هنا ويقعد حق الفيتو سند للمملكة المغربية في حق الشرعي لوحدة ترابها ولسلامة السيادة متاعها في الدولة كما كانت قبل الاستعمار، مش كما أصبحت بعد الاستعمار. به سيد أحمد دنيس، في قراءة لموقف الملك محمد السادس قلت هو الوحيد اللي ما بين الحكام العرب اللي مروا بالتجربة هذه أو بهذه الصفقة، وهنا تحكي على التطبيع، وسبقوا هما ومشاو وضحوا موقفهم للقيادة الفلسطينية قبل الإعلان عن الموقف. هل ترى أنه هذا حاجة يعني إيجابية يمكن أن تحسب له، نظرا أنه التطبيع حصل والاستياء العربي وصل؟ دونك هذه حاجة باهية أنك تتبع، أما قبل تمشي تعلم القيادة الفلسطينية. يعني الملك محمد السادس كزعيم عربي وبصفته رئيس لجنة القدس باسم منظمة التعاون الإسلامي، أنا هذا معناها تعاملت معاه منذ سنة 1980 لما الكنيسة الإسرائيلية قررت ضم القدس. فإذ ذاك معناها الحسن الثاني تولى رئاسة لجنة القدس باسم المنظمة الإسلامية اللي كانت تحت رئاسة باكستان ذاك، ومنذ ذلك العهد بقي وفيا لمعناها تعهدات. اعتقادي وأن محمد السادس خذا قرار جريء اللي ما كانش منتظر منه كمحمد السادس، لكن بوه الحسن الثاني رمى معناها صلات مع إسرائيل في حربه مع الصحراء. معناها المخابرات الإسرائيلية ساعدته في مواجهة حرب الصحراء، وهذا أمر تاريخي. واليوم معناها إسرائيل ما طبعش معها من أجل إسرائيل،
مطبعة معها من أجل الحرب. يعني لازم نحطوا القرار هذايا في منطق الحرب على الانفصال اللي قرروه مش صحراويين، قررته الجزائر. طبعا معناها الساحة معناها تتسع إلى ما أبعد من الصحراء الغربية، تتسع إلى الصراع بين المملكة المغربية والجزائر. واعتبر معناها وأن مكسب الولايات المتحدة في قضية مثل هذه أقوى من مكسب واضح. الأمم المتحدة. ومن هنا يجي تبرير البعض من اللي يراو انه التطبيع هذايا اللي صار هو اجابه او نتيجه للضغط واستنزاف الجهود اللي صارت في علاقه بدولتين في المغرب العربي اللي كنا ننتظروا ان يقع توحيده. عنا مده نستناو تو احنا توانسه اليوم نقولوا انه اتحاد المغرب العربي هذايا لو كان باش يصير سيرجع بنفع كبير جدا علينا نحن مثلا توانسه، على الجزائريه، على المغاربه، على الجميع. لانه باش تتجمع الثروات وباش تتجمع الطاقات وباش تتجمع الرؤى والاستراتيجيات ونجموا نوليو قوه وازنه. ولكن بعمليه التطبيع اللي صارت هذيا من المغرب الحقيقه الكثير يقولوا انه هذا الحلم تبخر، ما عادش نجموا نحكيوا على اتحاد المغرب العربي. يلزم نفهموا وان الخيار المغاربي ما كسروش الملك، ما كسرتوش المملكة المغربية، كسروه اللي يلعبوا بالنار. شكون شهر الحرب على المغرب؟ مع الجزائر. يعني النظام العسكري الجزائري. شكون منع الجزائر وحط لها ثقة في الركاب واستعادت السيادة متاعها؟ جيرانها المغرب وتونس. فهمت؟ لكن الانقلاب متاع الجزائر على تونس وعلى المغرب اللي احنا افتكوا منا مئات الكيلومترات من الصحراء، فهمت، اللي رضخلها حبيب بورقيبه، حسن الثاني ما رضخش وحقه انه ما يرضخش. شهروا عليه الحرب. واللي اليوم الحرب قائمه، والحرب ماهوش هو وحده معناها شادت فيها. احنا تونس كذلك ضحينا بالصحراء، والهجوم الوحيد اللي نزل علينا بعد الاستعمار هو العدوان على قفصة. يعني حرب ضد تونس وحرب ضد المغرب معنى من طرف النظام العسكري الجزائري. لكن النظام العسكري الجزائري كلنا نعانيه منه بما فيه الجزائريين، هما اللي حطموه. النظام هذا يتحطم. ولذا المرة الأخيرة اللي تحدثت معكم كنت أملي أن النظام الجديد اللي باش يكون ديمقراطي، لأن الحراك الجزائري فهمت استوعب القوة الديمقراطية اللي معنا تعصف بالمنطقة هنا. اعتقادي أن لو النظام الجزائري معناها يتخذ القرار الديمقراطي الصحيح ففتح المسار في بناء المغرب الكبير يتأكد، وإذ ذاك الجزائر تربح، لكن المغرب وتونس يربحوا أكثر، لأننا نخرج من منطق الحرب ومنطق تحقيق الخريطة الاستعمارية في الدول المستقلة. نحن تونس ما نمنش معنا بالخريطة الاستعمارية، المملكة المغربية ما تمنش بالخريطة الاستعمارية، الجزائر تولات وأنها تأكد وترسخ الخريطة السياسية الاستعمارية في المنطقة. هذا مش